لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. على إثر التساقطات المطرية الرعدية الجد قوية التي عرفتها 17 عمل وإقليم بالمملكة، أخبرت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا 7 أشخاص، وتزنيت شخصان، والراشدية شخصان أحدهم من جنسية أجنبية. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح للصحافة اليوم الأحد بالرباط أن هذه التساقطات أسفرت أيضا عن تسجيل 9 أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والرشيدية وتارودانت. وأضاف أن هذه التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا بعض المناطق المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا و203 ملم بتنغير و104 ملم بفيكيك و52 ملم بورزازات. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة حسب الناطق الرسمي تسجيل الحصيلة التالية: انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا، انهيار كلي أو جزئي ل4 منشآت فنية متوسطة، تضرر 24 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير ب53 مقطعا منها، إلحاق أضرار بشبكة التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكة الهاتفية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارة التقنية المعنية عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم اللازم للساكنة. وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر لحدود الساعة من أجل فك العزلة على المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكة الربط الطرقي وشبكة التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسق شامل عمادة المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 أغسطس 2024 عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس السكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها. وخلص إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالسكينة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، ولا سيما أن الحالة الجوية ما زالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم.